يا صباح الفل، يا صباح السعادة، صباح الجمال، صباح الستر والصحة. يوم جديد مليان خير يا رب. ما تنسوش تدعوا وتطلبوا من ربنا الستر والصحة، وان ربنا يبارك في اولادنا وازواجنا. عارفه ان صوتي النهارده متغير شويه، عندي برد، اعذروني. وبقالي 3 ايام بحاول انزل لكم الجزء الثالث من الميزانيه، وانا عارفه ان انا اتاخرت عليكم، اصلا احنا خلاص قربنا نوصل لاخر الشهر. بس تعالوا بقى شوفوا النهارده، انا بفكركم ان احنا عملنا ميزانيه اللحوم، كانت 600 جنيه. راجعوا كده الفيديو او هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت، هتلاقوه موجود على قناتي، الجزء الاول والجزء الثاني. والجزء الاولاني كان عن الفراخ، كنا جايبين فراخ ب 750 جنيه وقسمناهم ل 13 طبق، ما شاء الله، وجبات. عايزه بس اكد على حاجه قبل ما ابدا معاكم، كل ميزانيه لازم اقول الكلمتين دول. الميزانيه حسب عدد اسرتك، حسب امكانياتك. انا بديكي افكار بس، يعني ممكن اللي انا اكون بقدمه لك انا اكون بطبق اقل منه، بطبق اكتر منه. بس عموما انا بديكي افكار، انت خدي منها اللي يناسبك. لان في ناس في التعليقات بتقعد تقول ايه، لا ده كتير، لا ده قليل. يا حبيبتي انا بديكي افكار، وانت خدي اللي يناسبك انت. في ناس عندها اطفال تقدر تمشي نفسها، بدل ما بتحط 8 قطع مثلا بانيه في الطبق، تحط 4 قطع وتقولك كل واحد بياخد، كل واحد يمشي حسب إمكانياته. ما ترتبطيش بشيء معين. تاني حاجة، بس الناس اللي بتسألني على الميزانية وبتدخل تطلب مني ميزانية 1000، ميزانية 2000، ميزانية 500، معلش انا اسفه والله العظيم، انا مش هقدر احدد لك ميزانيتك. لان في حاجات ضروريه انت اللي تعرفيها مش انا. يعني في حاجات اساسيه، انت عندك طفل فبتشتري مثلا بامبرز، انا ما عنديش، فمثلا ما بحطش ده في الميزانيه. فاجي اعمل لها الميزانيه فتروح قايله لي بس انا عندي لبن وعندي بامبرز وعندي. طب خلاص، انت عارفه احتياجاتك، يبقى انا مش هقدر اساعدك غير بافكار الاكل بس. يعني افكار الاكل بس اللي انا اقدر اساعدك بيها. تعالوا بقى اليوم دوت انا كنت عامله ايه، كنت مظبطه الدنيا، وروقت الشقة ونشرت الغسيل. وكنت بعت، ما كنتش لسه بقى ايه، جبت حاجة الشهر. ده كان الصبح، انا حاجة الشهر جبتها بالليل. فكنت بعت بقى، جبت ايه، عدس وجزر وفطار. كان استاذ يوسف جه من المدرسه، فقلت له خلاص روح هات لنا فطار ويلا نفطر يا يوسف. عايزه اقول لكم ان الميزانيه والله يا بنات، انا زي ما بقولها لكم كده، انا بمشي يعني بجيبها بنفس الطريقه اللي انا بقول لكم عليها، والاسعار اللي انا بقول عليها هي نفس اللي احنا بنمشي عليه. يعني مش بكدب عليكي في اي حاجه. انت طبعا عارفه الاسعار ايه في السوق، وعارفه كل حاجه ما شاء الله، انتوا حافظين. ف اللي انا بقول عليه في الاسعار، يعني مثلا احنا عملنا ميزانيه 750 جنيه. الفراخ كانت قطعه 720 جنيه قلنا، وزودنا عليهم نص كيلو كبد وقوانص عشان خاطر نعمل طبق كامل لوجبه الكبد والقوانص. ودي كانت عملنا منها 13 طبق، زي ما قلت لك تقدري ترجعي للفيديو وتشوفي احنا عملنا منهم ايه. هنا يوسف ابني كان بيساعدني واحنا بنحضر الفطار. انا دايما بقول لكم يوسف كده تحسي ان هو ليه دايما في المطبخ معايا يعني. ولما يجي اعمل اكل يستطعم الاكل ما شاء الله عليه. يعني يقعد يقول لي لا ده حادق، لا ده حلو، لا يا ماما ده كان محتاج كذا. المهم ان انا حضرت الفطار والمطبخ زي الفل، وروح حطيت حتت المطبخ في الغساله، وقلت بقى ايه، تاخد دوره نظافه كده لغايه ما اخلص. البنات اللي لسه ما شافتش الفيديو بتاع تنظيف الغساله، وازاي نفك المروحه، وازاي نفك درج الصابون، وازاي ننظف الغساله ونرجعها زي الفل تاني، وفلتر الميه وكل الكلام ده، ترجع للفيديو اللي فات على طول، بتاع تنظيف الغساله. تحفه يا بنات، تحفه، الحمد لله محقق نجاح حلو. وفي نفس الوقت على صفحتي كمان البنات طبقت الطريقه وبتدعي لي من قلبها. قعدت كده بقى فطرنا، وكنت فاتحة التلفزيون كده، والشمس، بحب قوي الوقت ده، يعني انا بحب الوقت ده قوي في النهار كده، اللي هو بيبقى الساعة 12 الساعة 1 الظهر كده. بحس بقى كده ان الشمس داخلة البيت، واليوم كده يعني تحسي إن نفسك مفتوحة بقى خلاص. بصوا الصحيان بدري اصلا عموما يعني دي حاجة الحمد لله نعمة من عند ربنا. لو انت ما بتصحيش بدري حاولي تطبقي النظام ده، وان انت تصحي بدري. ادينا بنودي الولاد المدرسة، فبعد ما ينزلوا لو هتنامي ساعة ولا حاجة وتقومي على الساعة 10، فيومك بيبقى فيه بركة. تعالوا بقى نشوف الجزء الأخير من الميزانية، التوابل والرز والمكرونات والحاجات دي اللي هي الأساس بتاع الميزانية. يعني طول ما بيتك مليان الحاجات ديت انت بتحسي ان انت ايه، يعني والله في ناس وبيجي علينا وقت، انت لو ما عندكيش لحمة ولا ما عندكيش فراخ، هتسحبي كيسين مكرونه وهتعملي شويه مكرونه، ولا هتعملي شويه شكشوكه للولاد، ولا في شويه فول بقوطه. يعني الحاجات اللي احنا بنجيبها دي هي اساسيات البيت.
انا بجيب مكرونه رويال او الاصيل، الاتنين حلوين وعجينتهم حلوه قوي ومش يعني ما فيهاش نسبه نشا كبيره، وبيبقى لونها فاتح وحلو. فرويال تقريبا انا جايبه الاصيل، انا يعني اللي متاكده من سعره، في ناس بتبيعها بستة وفي ناس بتبيعها بستة ونص وناس بتبيعها بسبعة. ليه بقى معرفش، يعني مرة اشتريها بستة، مرة الاقيه بيقول لي ستة ونص، ومرة بسبعة. فمش هنختلف بقى في النص ده، حسب المنطقة عندك وحسب بقى التاجر اللي انت بتشتري منه. رويال بسبعة، يعني رويال بتتباع بسبعة. فأنا جايبة أربعة من كل حاجة، أربعة مكرونة قلم، أربعة شعرية، أربعة اللي هي المكرونة الأصيل. والأمانة أنا مزودة من الشعرية لأن أنا بستخدم شعرية كتير. هنا باكل الشاي احنا قلنا لا إما العروسة لا إما الكابوس. طبعا انتوا تخلوا بالكم انتوا بتشتروا الحاجات دي إن في مقاطعة، وإن احنا بعدين عن أي حاجة من الحاجات التانية اللي احنا مقاطعينها. فتخلوا بالكم شوية واحنا بنشتري. طيب ايه بقى الأساسيات التانية يا نهى اللي أنا ممكن أجيبها في البيت وتبقى حاجات بسيطة وما تكلفنيش كتير وفي نفس الوقت يبقى بيتي مليان؟ عندك اول حاجة مثلا العدس مثلا، تبقي عارفة ان انت هتعملي طبق كشري في مرة او يوم وجبة كشري. عندك اللوبيا، الفاصوليا البيضة، دي للثلاث حاجات. يعني الفاصوليا هي ب 17 جنيه، اللوبيا دي كلها اربع يا جماعة، اللوبيا ب 24 جنيه، والعدس ب 11 جنيه الربع. كل حاجه مكتوب عليها الاسعار اهي، نقصتني الموضوع ده. طب ايه التوابل بقى؟ انا جبت تمن من الربع، قصدي من الحصى، سواء فلفل او كمون. اوعي تشتري البهارات بتاعتك وتكون ناعمه، الناعمه دي بتبقى مغشوشه ومش حلوه والريحه العطريه بتاعتها بتبقى رايحه. هنا كمان كنت جايبه كزبره، بجيب بقى الحاجات دي بقى بكميات قليله عشان خاطر كل شهر اجددها، تخلص واجيب تاني، عشان خاطر ما اجيبش مره واحده حاجات كتيره. ففي نفس الوقت لا اما هتسوس معاكي لو درجه حراره المطبخ عندك بتبقى عاليه او سخن، لا اما ان هي بتفقد الريحه العطريه بتاعتها وما بتبقاش حلوه. فجبت من الكزبره الناعمه ب10 جنيه، وبهارات البطاطس ب10 جنيه، وحاجه اسمها خلنجال، دي بحطها في الطواجن والمحاشي والحاجات دي كلها. دي بتبقى خلطه كده من، يعني الخلنجال ده لوحده. وبجيب معاه حبهان بودر، وجبت حبهان حصى هنا ب20 جنيه، وادي الحبهان الناعم المكتوب قدامكم ده. وهنا بقى سمسم عشان المخبوزات، عشان أنا بعمل مخبوزات كتير. عايزه اصور لكم الفتره الجايه ان شاء الله مخبوزات بتنفعنا جدا في عمليه الفطار الصبح مع الولاد والمدارس، والعشاء بالليل مع كوبايه الشاي والشتا داخله. فان شاء الله اصوره لكم. هنا انا ما كنتش لقيت من الاصيل المكرونه الصغيره، ما كانش عنده، فجبت مكرونه سايبه كيلو. مش فاكره بصراحه الكيلو بكام، بس تقريبا كان ب 24. يعني الكيلو كان ب 24. وجبت رز بسمتي في نوعين، كان في نوع ب 48 ونوع بحاجه و60. جبت كيلو الا ربع من اللي هو حاجه و60. انتوا عارفين ان الرز البسمتي يعني بيكون بيتضاعف لما بنعمله. البقسماط الناعم انا كان عندي، فجبت ايه ربع بس جنب اللي كان عندي. دايما برضو كمان زي ما قلت لكم ان انا بكتب الحاجه اللي انا عايزاها في ورقه وقلم. ليه؟ براجع الضرفه عندي فيها ايه اللي موجود عندي وايه اللي مش موجود. الحاجه اللي موجوده خلاص ما بجيبهاش، الحاجه اللي عايزه تتزود بكتب كميه قليله. هنا الرز انا كنت جايباه من الاماكن اللي هي بتاعه الجيش، اللي هي مستنفذات البيع بتاعه الجيش. بيبيعوا الرز انواع، الرواد عنده، انا جايباه بقالي 3 شهور، حتى لو رجعتوا الفيديوهات هتلاقوني بستخدمه، حلو جدا. هو ممكن يكون بياخد نسبة مية زيادة شوية، بس حلو قوي وسعره معقول. في ب 19 جنيه اللي هو 800 جرام، هما بيحددوا لك الاسعار كده. وفي اللي هو 900 جرام اللي انا جايباه ده كان ب 23 جنيه. الباكيتة عملت 230 جنيه. في بقى الكيلو الصافي ب 25 جنيه. هم عاملينهم 3 مقاسات كده او 3 اوزان و3 اسعار. فانا جبت اللي هي ب 23 جنيه، جبت باكيتة ب 230 جنيه. هنا كنت بوريكم كراميل، عشان عارفه الناس اللي بتقعد تسالني عليهم دايما فين القطط. كانت بتلعب مع ابنها ازاي تهز ديلها وهو يحاول ان هو يمسك ديلها، فقعدوا فتره كبيره قوي عقبال لما صورتهم، كمان كانوا زهقوا، لكن كانوا بيلعبوا من بدري. اليوم بقى اتغدينا رنجة. وعايزه اقول لكم الميزانيه، طب بس قبل ما اخلص كده، 400 الميزانيه جنيه عملت كانت كام؟ عملت المكرونات 800 جنيه. والرز 400 والشعرية جنيه والشاي. لان دول انا جبتهم من مكان ودول من مكان. فكده ميزانيه ال 800 للعطاره بتاعتك. وكمان كان في حاجه يا جماعه، كان في ازازتين زيت، بس للاسف انا نسيت اصورهم. كان في ازازتين زيت كمان. فدي كده بقى 800 جنيه احنا عملناهم اهو. جبنا كل البهارات بتاعتنا اللي احنا محتاجينها، جبنا الرز، جبنا المكرونه الشعريه، التوابل
التوابل كلها يعني، او متهيالي مش فيش حاجه ناقصه. وعملنا قبل كده ميزانيه اللي هي كانت 600 جنيه اللحوم، وعملنا 400 جنيه كان الخضار اللي احنا جبناه، والطماطم اللي احنا عملناها ال10 كيلو طماطم. وكمان عملنا ميزانية الفراخ 750 جنيه، تقدروا تحسبوهم هيطلعوا حوالي 2000 ونص. ازيد حاجة بسيطة اقل، انا مش فاكرة بصراحة. بس كنا حاطين بند 3000 جنيه، لان كان في جزئية بتاعة الفطار احنا كنا راكنين على جنب، اللي هي ايه الجبنة والحلاوة والحاجات دي. فكده ميزانية ال 3000 جنيه الحمد لله شاملين كل حاجة. تقدري بقى انت تضاعفي الكمية، لو عدد اسرتك ازيد تقدري تقللي الكمية حسب الحاجة اللي انت، او حسب عدد اسرتك وحسب امكانياتك. امشي، انا بديكي افكار زي ما اتفقنا.